الشامي يصرح: علمت الحماد الرماية فلما اشتد ساعده رماني. داليا. رامي وسدرة بعد طلبة وخطبة وبروبوزل، يا فرحة ما تمت. نهى نبيل: امرأة قوية بعد الطلاق والأسباب غامضة. أعزائي سيداتي سادتي، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في نشرة الدرامات الأقوى والأمتع بلا منازع. رح نبدأ من عبد الرزاق الشامية اللي كسر الدنيا بعد الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids. أنت حمادة؟ يقبرني الله اللي خلقك. طبعاً بعد ما مشتركة قالت له إنها من الحمادات. العراب والمدرب والشاعر عبودة انبسط كتير وقال إنه الحمادات أوفياء، فأكيد لما رح تختاره. أنا برأيي الموضوع انجزم وانتهى بما أنه هي حمادة والحمادات أوفياء. إيه بس مو كل الحمادات طلعوا أوفياء يا عبودة، لأنه لما اختارت داليا لتكون مدربتها. داليا. وهون الحمادات صاروا يصمموا إنه هاي الحمادة ما لها أصلية، هاي الحمادة صينية، وصاروا يحطوا هاي الغنية على خيانة الحمادة. أنت حمادة؟ الحمادات أوفياء. داليا. بعود اللي مني وفيك. رامي وسدرة بعد طلبة وخطبة وبروبوزل، يا فرحة ما تمت. العالم كلها بترجع على بيوتها بلبنان ونقدر نعمل احلى خطبه بالعالم. القصة انه سدرة ورامي كانوا مقررين يعملوا الخطبة بتاريخ 20/3 وتحديداً بلبنان، بس للأسف تأجل بسبب الظروف الصعبة يلي عم بتمر فيها المنطقة. صار في شويه اوضاع سيئه بلبنان. طبعاً سدرة فصلت فستان الخطبة وكل شي صار جاهز، بس ناطرين الأوضاع لتهدى. معقول ينقلوا الخطبة لسوريا ويعملوها تحت قلعة حلب ويعزموا الناس على كبة ولحمة بكراز ويوزعوا صابون غار بدل العطر؟ نهى نبيل: امرأة قوية بعد الطلاق والأسباب غامضة. إبراهيم العلي، كل عام وانت بخير. انت دعوة امي لي بالزوج الصالح، انت احلى شيء صار بحياتي. ايه يا هيك الطلاق يا بلا. نهى وزوجها طبقوا مقولة النهايات أخلاق وانفصلوا بكل رواق بعد زواج دام 17 سنة أثمر عن 3 أولاد وبنت. نهى أعلنت انفصالها بستوري على إنستغرام وكتبت: قدر الله وما شاء فعل، ستبقى بيننا مشاعر الاحترام ومصلحة أولادنا فوق كل شيء.